يعني القايمه ما فيهاش مفاجآت كتير، اللهم ان عبد الله جمعه، التفسير اللي قاله الراجل انه كده كده هو ابو الفتوح مصاب، وكده كده بيراميدز ما اخدش لعيبه بيراميدز وفيوتشر عشان بيلعبوا في افريقيا في الكونفدراليه. فعندك الناس بتاعت فيوتشر اللي هم كريم حافظ سوري، الناس بتاعت بيراميدز كريم حافظ ومحمد حمدي مش هيبقوا موجودين، ولما فتوح يرجع طبعا هيبقى موجود كاساسي. بس انا بصراحه عندي حاجه وكتبتها امبارح حتى وعلقت عليها. انا مش متفهم لعيبه مصر اللي بتلعب في الباك اليمين والباك الشمال ان هم مش قادرين يستثمروا فراغ المركز ده في منتخب مصر من ساعه لما احمد فتحي وسيد معوض اعتزل. يعني احمد فتحي وسيد معوض كانوا قافشين في المركز ده لسنين طويله، هم الاساسيين. المركز فضي ومحدش في لعيبه مصر كلها على مدار السنين اللي فاتت عارف يستغل الفرصه ويستثمرها ويمسك المركز ده ويقفش فيه بايديه واسنانه، ودي ما بتحصلش كتير. يعني ساعات حظك ان انت تبقى لعيب جامد جدا بس تطلع في جيل المكان ده فيرست تيم، مثلا اهلي او زمالك او منتخب مصر، مقفول ضبه ومفتاح. يعني زي مثلا اي فيرود طلع في وقت حسام حسن، خلاص ده بالسلامه كده يعني ربنا يكون في عونه. مين هيلعب على حسام حسن في عزه؟ مفيش حد هيلعب مهما كنت انت بتطلع من بقك، مش هتلعب على حسام حسن في عزه. نفس القصه دلوقتي مثلا اللي بيكسر الدنيا في مكان محمد صلاح هيعمل ايه يا عيني؟ خلاص مش هيعرف يلعب على محمد صلاح. لكن في مراكز بقى فاضيه في منتخب مصر ما حدش عارف يمسك فيها، زي الباك اليمين باك الشمال. ناس تروح وتيجي، محمد هاني يروح ويجي، اكرم توفيق يروح ويجي، فتوح يروح ويجي، مش عارف مين، محمد حمدي يروح. يا جماعه امسكوا في الفرصه، ده انت بتتكلم على باك يمين باك شمال منتخب مصر.